السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شلونكم اخواني واخواتي؟ ان شاء الله بخير. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور باذن الله. الله يجعلنا ان شاء الله من الحاجين السنه الجايه ان شاء الله وياكم يا رب، وإنه بصحه وسلامه. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم، وتتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب يا كريم. وهذا روتيني اليوم، يوم عرفة. كلنا صايمين وهذا فطورنا، وإن شاء الله يا رب يتقبل منا إن شاء الله ومنكم صالح الأعمال. طبعا بديت اليوم كله يعني اللهم لك الحمد، بديته بتلاوة القرآن طبعا. وقمت الصباح، يعني مو الصباح تقريبا الظهر كذا، صليت الظهر ودخلت المطبخ وبدأت أشتغل أجهز. طبعا هذا البسبوس ذي عفوا بيتزا والقيمات، هذه الكبيرة للبيتزا والصغيرة للقيمات. كنت أعجنهم سوا عشان يتخمرون على ما أصلح شغل الباقي والطبخ الباقي، أرجع عليها ألقاها يعني تخمرت خلاص، أبتدي أصلحهم. طبعا أنا خلاص هنا عجنتهم وخلصتهم. طبعا بديت الشغل على أساس يعني علشان لجأ العصر يكون يعني أنا خلصت من الفطور وخلصت من كل شيء في المطبخ، أكون أطلع يعني أصلح برا، أمسح، أشوف وش اللي ناقص. لأني من أمس يعني من يوم من يوم من 8 يعني، وقبله من 7، وأنا يعني أشتغل بس على شوي يعني، ما يعني أضغط على نفسي أو كذا. فكنت مقسم الشغل يعني كم يوم بين التنظيف والترتيب. تعرفون يعني أيام العيد الواحد يعني ما يرتاح ولا يكون عيده حلو إلا لما ينظف ويرتب ويكون البيت مثل الورد وريحته وشكله يهبل. هنا العيد. بعدين أنا يعني قلت خل أصلح لهم اليوم طالما هم صايمين. طبعا في يعني عندنا ضيوف افطروا معانا، فدخلت بدري على أساس أخلص شغلي في المطبخ ما قلت لكم، وأطلع أشوف شغلي برا على ما أصلح العصيرات، أصلح القهوة، أصلح ذا، أساس يصير قبل المغرب يكون أنا خلصت كل شيء. هنا أنا جالسة أقشر البطاطس والباذنجان علشان أصلح مشغول. طبعا بعد صيام يوم كامل يعني الواحد محتاج أكلة دسمة شوي، وطبعا علشان الضيوف وكذا فقلت خلاص أصلح لهم الأكلة هذه. يعني الأكلة هذه يعني يحبونها الصراحة، خفيفة وما تاخذ وقت. وأنا صورت طبعا صورت لكم أنا هذا المشغول على القناة من قبل. حبيت اليوم أصلحها مع الفطور اليوم. وطبعا اليوم كان الوقت عندي يعني لو النهار مو طويل كان أنا ما أدري يعني بخلص شغلي بدري أو لا. يعني الوقت كان عندي مرة مش يعني مزدحم ما بين التنظيف وبين الطبخ والترتيب وكذا، يعني أشتغل شوي منه وشوي منه على أساس أخلص بدري. طبعا أنا ما يعني ما أذن العصر إلا وأنا يعني خلاص خلصت طبخ، خلصت العجن، خلصت كل شيء في المطبخ. طلعت صليت العصر، بعد ما صليت رجعت على أساس يعني أكمل باقي المطبخ وأطلع أشوف. الحمد لله يعني بعد الفطور إن شاء الله وبعد ما يتقهون الضيوف ويروحون أبتدي يعني أكمل شغل البيت على خفيف. يعني أنا أبغى علشان يعني إذا جاء بعد العشاء أو كذا يكون خلاص كل شيء تمام، يبتدي عاد الواحد يروح يشوف نفسه وش بيصلح وش كوي ملابس، كوي في أشياء يعني حاجات هذه حقات العيد اللي صلوا صلاة العيد يلبسونها يعني زوجي وولدي وكذا. وشوف إذا في يعني في كوي محتاجته أو مثلا
يعني الواحد يعني مو بس كله شغل شغل في البيت وينسى نفسه. طبعا لنفسك عليك حق. فأنا بعد ما أخلص شغلي أبتدي عاد أنا لنفسي أشوف أنا يعني أصلح لنفسي إيش، بصلح شعر، أصلح كذا يعني الأمور اللي انتوا عارفينها. والحمد لله يعني أنا تقريبا يعني آخر شيء بس عندي اللي هو طبخ مثل ما قلت لكم، وأشياء بسيطة بس في البيت. يعني مثل ما قلت لكم أنا من يوم وأنا أغسل يعني بس أنا ما أصور السجادات في الأرض، وتعرفون عشان حار والجو حار والهواء حار كل شيء يابس، كنت أغسلهم وأنشرهم في السطح أبد. اليوم الثاني أنزلهم ما شاء الله يابسة وما فيها ولا شيء، أعطرهم وألفهم على أساس لين أغسل الأرضية أول. بعد ما أغسل الأرضية وأعطرها أفرشها على أساس يعني تكون ريحتها حلوة وما تتوسخ. فأنا علشان الضيوف اللي عندنا اضطريت إني أغسل بدري الأرضية وأفرش السجادات وكذا في الأرض، لأن يعني في ناس بيجون يفطرون عندنا وكذا. فصلحتها بدري وفرشتها، بس حسيت براحة إني يعني طح الحمل شوي من علي إني غسلت الأرضية وجففتها وكذا وفرشت الأرض. أحس إنه خلاص يعني أخف الحمل شوي. فما عاد بقى إلا أشياء بسيطة بس وخلاص يكون أنا خلصت كل الشغل. وطبعا الواحد يفرح بالعيد وجيات العيد، وتعرفون إن إحنا في السنة ما يعني عيدين، فلازم نفرح بالعيدين هذه بالترتيب والفرش وكل شيء حلو. سبحان الله يعني خصوصا عاد يعني عيد الأضحى له يعني سبحان الله مشاعر ثانية ومشاعر غريبة، يعني مو مثل عيد رمضان كذا، لا يصير حنا يعني مثلا 10 ذي الحجة عارفين إنه عيد، مو مثل عيد رمضان ننتظر رؤية أو رؤية ثبت أو ما ثبت. لا عيد الضحية معروف إن 10 ذي الحجة هذا العيد، فنكون متجهزين من قبل خاص عارفين إن 10 العيد. فهذا اللي يخفف شوية على الواحد ويصلح شغله. وأحسن حاجة إن الواحد وش يسوي، يقسم الشغل يعني على كم يوم، ما يشتغل كله في وقت واحد، وتعب أصلا ممكن ما يقدر يخلص الشغل كله في وقت واحد، مستحيل. فيقسم الأيام ويقسم الشغل فيها، وش اللي المفروض إني يعني أغسله أو أصلحه وأبتدي فيه. فأنا هذا يعني نظامي مع كل يعني الأعياد بالنسبة لي أنا، سواء عيد رمضان أو عيد الضحية كذا أنا أسوي، أقسم الأيام وأبتدي أشتغل فيها على راحتي. وأرتب فيها على راحتي، وما يجي العيد إلا سبحان الله مثل اليوم. يعني مثل اليوم عارفة أنا أسجل لكم الحين الفيديو أنا بعد ما أفطرت، وذا سجلت الفيديو في نفس اليوم أساس يعني أنزله في موعده اللي أنا عودتكم عليه، وخصوصا إن اليوم أنا أنزل فيديو، فما أبغى أتأخر عليكم. ويمكن في ناس جالسين ينتظرون إني أنزل لهم فيديو، فأنتوا حبايبي ولازم إني يعني أوريكم يومي وروتيني وش أنا أسوي في يوم وقفة حقت العرفات وصيام عرفة. وأنا ما قد صورت لكم اليوم، فهذا هو روتيني. يعني الفجر أكون أصلي ونقرأ قرآن، بعدين بعد ما النوم نقوم من الظهر كذا أو مع أذان الظهر علشان يعني نصلي ونقرأ قرآن مرة ثانية ونبتدي شغلنا. الواحد يحس براحة الصراحة، راحة نفسية غير طبيعية. الواحد إذا يبتدي يومه بتلاوة القرآن الأول سبحان الله تتفتح عندك كل شيء ويتسهل عندك كل شيء ويصير عندك كل صعب سهل. فأنا الحين مثل ما أنتم شايفين أنا قليت الباذنجان مثل ما شايفين، أحطها في القدر اللي أنتم شفتونه كشنت له، حطيت له كشنة وحطيت له بهار وحطيت له معجون طماط وخلاص جاهز. أحط عليها الباذنجان بعد ما قليته مثل ما تشوفين قليته أنا بالزيت وحطيته في القدر. الحين أنا أقلي البطاطس، ونفس الشيء نفس اللي سويته مع الباذنجان أنا سويته مع البطاطس. بعد ما قلوا تحمر حطيته على القدر وخليته يعني خلاص غطيته على ما أخلص الكشنة وأصلح الرز الأبيض.
وبعدين أشب عليه يعني النار عليه شوي، يعني مجرد 10 دقايق كذا بس عشان ياخذ طعم الباذنجان والبطاطس مع بعض. صراحة يعني أنا والله صراحة أنا خلصت فعلا بدري، لأني أنا بديت بدري ما يعني ما جاء العصر ما شاء الله إلا أنا مخلصة لأني داخل الظهر. يعني هذا هو الحين، هذا الباذنجان مثل ما تشوف أنا مطفية طبعا جدا، لو لاحظتوا ما في نار، أنا مطفيته على أساس ما يحتري الباذنجان كثير، لأني أنا قليته ولو يعني أخلي النار عليه بيحتري أكثر فبيروح شكله. فأنا مخليته مطفي، حطيت البطاطس بعد ما أحطه أغطيه وأخليه شوي، ولو بديت أبي أصلحه أشب عليه شوي، يعني مجرد 10 دقايق بس وأطفيه. هذه الكشنة قطعتها وخلصتها مثل ما انتم شايفين كذا، حطها على النار حمرها. وهذا أنا الحين خلاص خلصت المشغول، الرز تمام والمرق أو الحشوة والبصل اللي هو الكشنة. الحين أطبقهم على بعض وأحطهم على الفرن. أنا أكون هنا كذا خلصت خلاص الوجبة الرئيسية للفطور. الحين أخلصه مثل ما أنتم شايفين. صراحة الواحد وهو يشتغل يعني وهو صايم والله ما يحس لا بجوع ولا يحس، بس العطش صراحة العطش يعني، لأنه حار وتشتغلين في جو كله يعني فرن وكذا من تحت ومن فوق، الواحد يعطش. جوع ما في جوع. أنا بالنسبة لي عادي عندي، لأني أنا أصلا أحيانا أنا ما أتغدى، بالنسبة لي أنا يعني من دون عيالي وزوجي أنا ما أتغدى إلا المغرب، قبل المغرب بشوي دايم، يعني هذا روتيني. أنا ما عمري تغديت مثل الناس الظهر ولا بعد الظهر أبد، ما أعرف، ما يعني أنا ما أعرف أتغدى الظهر سبحان الله، ما أشتهي. ممكن أتقهوى، ممكن شاي قهوة كذا، بس إني أتغدى لا. يجي المغرب كذا أو قبل المغرب بشوي أحط لي غدا، هنا أكون جعت مثلا. في يعني الصيام بالنسبة لي أنا عادي جدا، لأني متعودة هالشيء على هذه. بس تعرفون ليش اللي يفرق معي؟ اللي يفرق معي حاجتين، العطش والقهوة. القهوة لأني أنا متعودة أشرب قهوة كثير والظهر وكذا، فهذه هي تفرق معي، لأن أحس براسي وكذا، القهوة شوي صعبة وقت الصيام. بس إذا كان رمضان يكون أول يوم، وهنا ما يمدي لأن أصلا هو يوم واحد وخلاص، يعني ما يمدي. أول ما أفطر وأشرب قهوة خلاص، إذا في حتى وجع في الرأس أو كذا خلاص تروح. فالواحد ما يفوت اليوم هذا أبدا، صيام يوم عرفة الكل ينتظر بفارغ الصبر إن الواحد يصومها. صيامه تكفير ما بين سنتين، السنة اللي راحت والسنة اللي بتجي. سبحان الله، يغفر لك يا رب ذنوبك في هاليوم، ويعني سبحان الله يمسح كل خطاياك ويفتح لك صفحة جديدة للسنة الجاية. فاستغلوها، الواحد ما يضيعها. ودعاء يوم عرفة يعني الله يستجيب دعاء يوم عرفة. أي إنسان يرفع يدينا ربي سبحان الله ما يردها ربي خايب في اليوم هذا. يوم فضيل، يوم الكل ينتظره. وطبعا الصيام نصوم حنا، الحجاج طبعا ما يصومون لأن كلافة عليهم، ما ينفع أنهم يصومون ويحجون لأن كلافة عليهم. فصيام عرفة يعني له فرض وله سنة، هو مستحب، من حب يصوم يصوم، اللي حاب انه يكفر عن ذنوبه طول السنة وان الله يمسح له ذنوبه ويفتح له يعني صفحة جديدة، لا يفوت عليه اليوم هذا. فأنا الصراحة صيام عرفة هذا يعني من صغري وأنا متعودة أصوم مع أهلي قبل حتى لا أتزوج وكذا. فلما تزوجت عودت عيالي على الصيام معي، أصوم وأصومهم معي. حلو الأشياء هذه إن الواحد ما يخليها حتى لو كانت مو فرض. لازم الواحد يعلم عياله ويخليهم يتعودون على الصيام سواء فرض أو مستحب. بس الصراحة يعني حتى يعني إذا صمت يوم عرفة، اليوم الثاني يوم العيد أو ليلة العيد تحس بطعم ثاني سبحان الله، غير اللي ما صام مثلا. يعني اللي ما صام يعني اختياري مستحب وهو مو فرض، بس إنه يعني إذا بتحب تحس بشعور العيد وجو العيد وتحس إن العيد شيء ثاني بعد ما تصوم عرفة سبحان الله، يكون العيد طعمه غريب وجو غريب وجو حلو.
فلا يفوت الواحد عليها اليوم هذا، لأن الصراحة إذا فوت والله بيندم الصراحة. يعني يكفي إنه كفارة يعني سنة. وسبحان الله ربي يعطينا صفحات ويعطينا مهلة يعني يمهلك انك يعني ما تضيع وقتك كله بدون عبادة، بدون صلاة، بدون الحين مثل ما انتم شايفين خلاص هذه الخطوة الأخيرة أو النهاية اللي على في المشغول. حط الرز الأبيض هذا طبعا خلاص. طبعا أنا الرز هذا يعني من زمان مشابه عليه مستوي، يعني مو مغسول ذا، لا طابخته مستوي مثل ما انتم شايفين. شوفوا القدر شلون في من تحت ناشف ونثري ما شاء الله، حبة حبة يعني نثري، مو متعجن ولا حتى لو حطيته على المشغول أو ذا برضو يظل نثري، يعني حباته نثرية مو متعجن. وهو أصلا المفروض إنه في المشغول يكون الرز بالطريقة هذه. وعلى فكرة أنا قلت لكم إن المشغول إنه بإمكانكم تصلحونه إذا حابين باللحمة أو حابينه بالدجاج أو حابينه بالتونة أو حابينه بدون شيء بس بالخضار، كله حلو. كذا أو كذا كله حلو. الحين أنا خلصت أنا المشغول، أبدي أدخل على البيتزا وأبدي أصلح البيتزا. يعني أنا عجينتها وخلطتها مثل ما أنتم عارفين. طبعا البيتزا مثل ما أنتم عارفين هذه حبيبة المائدة، لازم إن المائدة ما تخلى من البيتزا، لازم نصلحها. على فكرة في رمضان أنا كل يوم في رمضان أصلح بيتزا، يعشقونها عيالي يحبونها الصراحة. وحتى لو ما صلحتها مثلا في يوم أنا ما صلحتها يسألون عنها، وين البيتزا اليوم ما صلحتيها؟ فخلاص تعودوا إن كل يوم على الفطور في رمضان نصلحها. فإحنا يوم صمنا اليوم عرفة برضو كنت حاسة إنهم بيسألوني على البيتزا فصلحتها قبل لا يسألون احتياطي. فهذه حبيبة المائدة الصراحة. مستحيل أحط يعني السفرة بدون ما أحط البيتزا هذه، حتى لو إن شاء الله أحطها يعني حبتين، يعني شوية مو كثير، لازم تكون موجودة. أحس إنها تفتح أنفسهم وزي كذا ما أدري. فأنا الحين جالسة أقطعها. بعدين على فكرة يعني هي سهلة ما تاخذ وقت، يعني يدوب بس الخطوة الأولى اللي هي العجن والخمر بس، بعدين خلاص كل شيء تمام. مثل ما انتم شايفين أسهل طريقة وأسرع طريقة هالطريقة هذه. يعني خلاص خذيها من نفس العجينة وقطعيها وانتي حطي ضغطيها كذا فرشيها وخلاص. والبيتزا ما تبي لها يعني مجهود ولا تبي لها شيء. مثل ما انتم شايفين كذا. أهم شيء إن الواحد يعني يحط السفرة يكون الكل ياكل، ما يكون في شيء مو معجبهم أو شيء يعني هم ما يعني ما طلبوها أو ما يحبونها. حرام يعني طول اليوم صايمين، فلازم نحط الأكل اللي يشتهونه ويفتح أنفسهم. بس والحين أحط عليها الحشو وأخليها شوي برا على ما يعني تاخذ شوي تنفخ. أدخلها الفرن. يكون الفرن أنا يعني شابة عليه من قبل، مولعته من قبل. هذا الحين مثل ما أنتم شايفين خلاص هنا أكون أنا خلصتها. وسبحان الله طلعت لذيذة مرة، كأنه أول مرة أصلحها، وأنا أصلحها دايم يعني ما هي بأول مرة أصلحها. بس أنا هذه طريقتي على فكرة، هذه طريقتي في البيتزا. يعني ما في ناس يفردونها وكذا ويقطعونها وذا، أنا أحيانا أسويها كذا بس أسرع شيء إذا كان في عندي شغل ثاني بصلحه أو عندي شغل كثير وبتاخذ وقت إني أجلس أفرد وأقطع كذا، خلاص أخذها من نفس العجينة أقطعها وكورها وأفردها بس. مثل ما انتم شايفين كذا هذه أسهل طريقة وهي نفس النتيجة، يعني سواء أنا فردتها أو أنا ما فردتها حطيتها بنفس الطريقة هذه هي نفس النتيجة، هو نفس الطعم، ما في شيء بيتغير. اللي ما جربها بالطريقة جربوها، سهلة وجميلة. أنا أعتقد إن في ناس أغلبهم يسوون الحركة هذه. الحين أنا حطيت معجون الطماط وأفرشها أساس أمهد لأني أحط الحشو الباقية مثل ما أنتم شايفين كذا.
طبعا أنا يعني ما حاولت إني أكثرها كثير كثير يعني مثل كل مرة، لأن في أشياء ثانية حرام أخلي الأكل كثير وما حد ياكله أو ينكب وكذا. شفتوا مثل ما انتم شايفين كذا. البيتزا صراحة يعني عشق يعني الكل، يعني ممكن حتى لو بقى فيه مثلا بيتزا أو كذا عادي بعد صلاة العشاء مع كاس عصير كذا حلوة. مثل ما انتم شايفين أنا كذا خلصتها. والليل سبحان الله الليل قصير قصير مرة عكس النهار. النهار طويل لدرجة إنه ممكن تسوون فيه كذا شغلة مو شغلة واحدة وبرضو ما ينتهي النهار. يعني شوفوا أنا من زمان قايمة وخلصت الطبخ، خلصت الأكل وخلصت كل شيء قبل العصر تخيلوا. وبعد ما خلص العصر طلعت برا وكملت شغلي برا ونظفت ورتبت وكذا، ورجعت أكمل في المطبخ اللي أصلح العصيرات والقهوة وكذا، وبرضو النهار طويل يعني متى أذن. وشوفوا الحين الوقت في الليل شلون يروح بسرعة. هذه الحين خلاص خلصنا. الحين مثل ما انتم شايفين حطيت عليها الزيتون وما راح ادخلها الفرن الحين، بغطيها واخليها شوي على ما اخلص شغلي وارجع وادخلها في الفرن. مثل ما انتم شايفين كذا خلاص خلصتها. وسبحان الله اليوم يعني شغلي غير، قاعدة يعني عشان النهار طويل قاعدة اشتغل بروقان، ما اشتغل وانا مستعجلة او ان بخلص كذا، لا النهار طويل يعني يمديني اسوي اي شيء وكل شيء. الحين كذا خلصتها مثل ما انتم شايفين خلاص انتهت. ايش رايكم؟ بس ناقصني ادخلها الفرن وخلاص. الحين انا ما راح ادخلها الفرن الحين، انا بخليها شوي وخليها لان بدري لو دخلتها الفرن ممكن تبرد، فانا بخليها شوي على اساس اذا جيت احط الفطور احطها تكون حارة شوي ما تكون باردة. هذه الحين خلاص. طبعا اشيك عليها لو فيها شيء ناقص شيء كذا يعني عشان تطلع مضبوطة وبس. طبعا لازم من التشيك شوي يعني ما الواحد يصلحها وخلاص لا. الحين هي خلاص كذا مثل ما انتم شايفين انتهيت منها. طبعا حط الجبن، هذا اساسي جبن الموزاريلا. هذه المرحلة الأخيرة للبيتزا وبس. مثل ما انتم شايفين خلاص انتهيت من البيتزا. ادخل على الزيت. طبعا احط القيمات. طبعا الزيت يكون انا شابة عليه من قبل، واجيب القيمات واحطها مثل ما انتم شايفين. بعد القيمات مثل البيتزا بالضبط، هذا الثنتين سفرة الفطور ما تخلى من الثنتين. خلاص خلصتها الحين. حط عليها العسل. انا في نص الفيديو انقطع الصوت، ما ادري ايش السبب، بس ما ادري الصوت الحين واضح ولا لا. الحين احط العسل على القيمات وابتدي اصف على السفرة برا. وطبعا انا هذه اللي انا حاطه عليه المناديل هذه البيتزا علشان ما تبرد، انا طلعتها بس نسيت اوخر المناديل عشان تشوفونها. طبعا الحين انا احط ده. هذا الحين البطاطس. طبعا انا شلت القيمات والزيت حار حطيت البطاطس على طول على اساس ما ياخذ وقت، لان بدا المغرب خلاص يقرب يذن، فانا خلاص يعني اخر شيء البطاطس. وهذا الحين المشغول جاهز احطه بالصحن، وبعد بروح الحين اقلبه لكم وارجع.
مثل ما انتم شايفين مجهزته. هذا الحين انا حطيته مثل ما انتم شايفين. الاكل الحين جاهز والفطور جاهز، وطلعته برا صفيته وخلصت مثل ما انتم شايفين كذا. وبألف صحة وعافية، وسامحوني لو طولت عليكم بالفيديو، وتقبل الله منا ومنكم يا رب، يصلح أعمالنا وصيامنا وقيامنا وطاعتنا يا رب يا كريم. وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله نكون إن شاء الله من الحجاج السنة الجاية. أنا الحين معليش يعني خلي ضيوفي يفطرون، لأني أحس إني طولت عليهم تأخرت عليهم، لأني ما حبيت أصور السفرة قبل لا يجلس أحد على الفطور. معليش، فأستأذن منكم ونخلي ضيوفي يفطرون وعيالي يفطرون، ومع السلامة وبحفظ الله ورعايته. باي حبايبي، مع السلامة.